شكون مازال ما كتعرفش السميده البيضاء اللي كتلاحظوا معايا هنا هي اللي كيصايبوا بها الحرشه وكتجي واعره. هذه هنا سميده صفراء اللي كنوريكم في ايدي، واللي في الكاس راها سميده بيضاء راه كاينه في الهريه، غير حاولوا تقلبوا عليها. كناخذ منها جوج ديال الكيسان وكاس ديال السميده الصفراء، يعني المجموع عندي 3 ديال الكيسان، وكيف ديما عبروا بزلافه بالكاس بالسطل اللي توفر عندكم. كندير شويه ديال الملحه، راس معلقه ديال الخميره حبيبات اولا خميره الخبز، وعندي شويه ديال العسل اولا شويه السكر اللي بغيتو. كنبسبس هاد المكونات يعني 3 الكيسان، كنبسبسهم بربع كاس ديال الزيت مزيان. كنخدمهم المبدا خاص الحبات ديال السميده كلهم يتلبسوا لينا بديك الزويته، ونحاولوا نخدموها بايدينا مزيان حتى تولي بهذا الشكل. صافي هنا كنبدا نضيف ماء عادي من الروبيني شويه بشويه. ما تكتروش. انا غادي نوريكم الشكل ديال الخليط كيفاش خاصو يكون. كنخدموا غير بالاصابع ديالنا، ما كنعجنوهاش، غير كنحاولوا اننا نلموها، ما كيبقاش الماء فايض عليها، يعني الحد في القد. صافي كنخليوها ترتاح بيد ما غادي نوجدوا باش غادي نسمدوها اولا نقرصوها. كناخذ السميده الصفراء كنضيف لها شويه ديال السكر اولا العسل وشويه ديال الزيت، وتا هي كنبسبسها مباشره. كناخذ المقله ديالي كندهنها بالزبده اولا الزيت، نرش عليها هذيك السميده الصفراء اللي بسبسنا في الاخير. صافي وكنحط الخليط ديالي، كتكون شربات هذيك الحريشه. راه هكذا كيصيبوا الحرشه اللي كتباع في الزنقه كتعجبنا، راه هذه هي الطريقه ديالها، غير هذه طبعا نقيه وزوينه. صافي كنحاول نسمدها بهذيك السميده اللي صيبنا في الاخير، ومباشره كندير المقله ديالتي فوق النار. مره مره كنبسطها باش ما تكونش ليا فقاعات، وكنحركها في المقله. وهنا غادي ندير لها قلب وشقلب، وهنا كنبقى ندورها هكذا بهذا الشكل باش تجيني لون موحد. صافي وهنا كنطيبها على الجوانب، يعني على الجهات بجوج. صافي هذه هي الحريشه ديالتنا كيفاش كتجي رائعه، ما تفرقوش بينها وبين اللي كتباع على برا. كتبقى رخيصه. ما تنساوش ان السميده البيضاء راها رخيصه، كدير ما بين 4 دراهم ونص حتى ل 5 دراهم. ومن هنيت مناسبه نوريكم هاد الزويته ديال تازه زيت الزيتون طبيعيه، يعني معصوره بالحجره، يعني بالطريقه التقليديه بنينه. البنات بغيت نشارك معكم هاد الزيت، الاخوات اللي باغيين ياخذوا الزيت ننصحكم تاخذوا هاد الزويته مولاها ثقه، وكيف ما قلت لكم معصوره بطريقه تقليديه وبنينه. بالنسبه لي انا موالفه كناكل الحرشه بالزيتون، وهاد الزيت هذا جا مواتي بحال اللي كتاكلي زيتونه، خاصك غير تحيدي العظم من فمك. كنصحكم بها البنات الاخوات اللي باغينها. راه السيد كاين في كازا الدار البيضاء، وضروري غادي نخلي لكم الرقم ديالو الا بغيتوا تواصلوا. بالنسبه لي انا الثمن خليها لي تقريبا بشي 70 درهم الليترو، والزوينه البنات كنصحكم بها. والاهم من هذا الشيء انها ثقه، وتعرفوا شنو كتعطيو لوليداتكم. واللي خداتها او لا جربت الحريشه ديالتي بالصحه والراحه.